البلوزات السواريه مع جيبه صك مع بنطلون بتبقى في منتهى الشياكه. النهارده معانا موديل جميل جدا بسيط جدا، انت ممكن تعمليه بمنتهى البساطه لبلوزه سواريه. مع هنعمل بطانه عشان القماشه خفيفه شويه كده، هنعمل بطانه عشان تغطي معانا الاجزاء بقدر الامكان، تدي خلفيه للقماشه واللمعه اللي فيها. اهلا بيكم في قناتي دودي موريس، والنهارده هنعمل بلوزه سواريه خاطر نبقى بننوع في السواريهات، مش كلها فساتين او موديلات سواريه عاليه او انت هتبقى صعب ان انت تعمليها. النهارده البلوزه بتاعتنا هنعملها بمتر ونص قماش، وزيهم روزيتا لو انت عايزه البطانه للكم. لو انت مش عايزه بطانه للكم هناخد متر الا ربع بس من البطانه بتاعتنا، او متر حسب الحاجه اللي احنا بنشتغلها. هبتدي اطبق القماش بتاعي. البلوزه ما فيهاش اي حاجه غير بلوزه صك، فيها بنستين بس امام وخلف، وكم صك عادي جدا. البلوزات دي سهله جدا، بس بتبقى القماش هو اللي بيديكي الجمال بتاع السواريه، تمام. ولكن الموديل نفسه ما فيهوش اي حاجه وبسيط جدا. هنبتدي نطبق القماش ونرجع لبعض بسرعه. كده طبقنا. طبعا القماشات دي فيها ورد وفيها لكرة عاليه، فخلي بالنا لما اجي اقص على ترابيزه علشان خاطر القماش ما يوربش مني. انا كده طلعت الكم وطلعت طول البلوزه، هبتدي افصل ده من ده علشان ابتدي اشتغل البلوزه بتاعتي. اهو حطي على ترابيزه، حطي على حاجه، امسكي بدبابيس، المهم ان القماش ما يحصلوش ورب معاكي. اهو كده عملنا، ادي الكم بتاعنا طلع. هنقص الكم بعد كده، وهبتدي اظبط البلوزه بتاعتي. اهو كده طبقنا على 4. الناحيه اللي متطبقه 2 دي الامامي، والجزء ده اللي هركب فيه السوستر في الظهر كده، وابتدي امسك بالدبابيس. كده البلوزه جاهزه معايا ان انا ابتدي اخد مقاساتي. اول حاجه عندي هاخد مقاس دوران الرقبه. احنا المعتاد بتاعنا 8 في 8 الف ب باترول اللي احنا حافظينه مع بعض، 8 في 8. بس انا هوسع شويه عشان دي سواريه، بس انا هعمل التمانية في 8 الاول، وبعد كده اعملي الاساسي، وبعد كده زودي او غيري او نقصي. يعني اعملي الحاجه الاساسيه الاول، وبعد كده شكلي منها زي ما انت عايزه. نفس الكب لما بنعمل فساتين الكب بتاعت الافراح والسواريه، بنعمل ايه؟ بنعمل الباترون الاساسي بتاعنا، وبعد كده بعمل منه اللي انا محتاجاه، الموديل اللي انا عايزاه، تمام. هبتدي اعمل ايه كمان؟ عرض الكتف عندي 44. طبعا هنزل 2 أو 3 سنتي حسب لو حد مليان خلي 3 سنتي، لو حد نحيف رفيع يعني يبقى 2 سنتي كفاية. عرض الكتف عندي 44، يبقى هشتغل على 22 كده. أخلي بالي الكتف ودوران الباط ما بزودش ولا سنتي، نفس المقاس اللي موجود للشخص هو اللي بيتعمل، علشان أي زيادة هتتعمل معاكي في الحاجات دي هتبص تلاقي الدنيا بهوقت منك ومش هتعرفي تلميها، تمام. دوران الباط عندي 52، النص بتاعها 26 كده. هاخد الكيرف بتاع الباط كده، تمام. دوران الصدر عندي 114، الربع بتاعها، النص بتاعها 57، الربع بتاعها 28 ونص. هنشتغل بدون بنس، وبعد كده هنعمل البنس، او تزودي البنس بالمر لو انت خايفه ان المارك يعلم في القماش. طيب 28 ونص هشتغل على 30 عشان خاطر البنس بتاعتي اهو. يبقى انا كده عملت حساب البنس معايا، تمام. طيب دوران البطن عندي
108. الربع بتاعها 27 والاتنين سنتي بتاعت البنس. يبقى كده اهو. يبقى انا كده زودت البنس على طول حبايبي مرة واحدة. الهنش عندي 122. هشتغل على 32.5. وبرضو خلي بالك معايا ان انا هخلي سماح 2 سنتي علشان خاطر لو انت حابه تزودي في اي مقاس من دول. هناخد عرض البنسة عندنا. عرض البنسة 11 سنتي كده، الفرق بين النقطتين. نزول البنسة عندي من الكتف، من نص الكتف. احنا بناخد البنسة فين؟ نص الكتف عندي هنا. بقسم ده كده، يبقى ده مكان البنسة عندي. انا عارفة هطلع بيه ازاي اهو. من هنا كده 33 سنتي النقطة الأولى. 34 سنتي هنا كده. ونهاية البنسة عندي لحد 50. يبقى البنسة عندي نهايتها لحد 50 هنا كده في النص كده. وبعمل المثلثين المقلوبين اللي هو بتديني الكيرف بتاع البنسة كده اهو. تمام. ده الموديل بتاعي بمنتهى البساطة. هبتدي افرغ ده. طيب في حاجة قبل ما افرغ كمان. انا هنا دي سواريه، فهنزل سنتي اوسع شوية سنتي وادخل سنتي كده في الكتف اهو، علشان تديني حوض شوية واسع، مش واسع خالص ولكن تديني راحة شوية في اللبس. دوران اوسع سنة مش اكتر. تمام. هبتدي افرغ ده كده. وهنا باخد العلامة بتاعتي ان الخياطات بتاعتي هنا، ولكن الجزء ده السماح بتاعي انا ملوش علاقة بيه. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اقص الكم والبطانة. هبتدي اخد البطانة بتاعتي اطبقها. نطبق القماش زي ما طبقنا القماش ده على 4. نطبق البطانة بنفس الطريقة ونرجع لبعض بسرعة. كده قصينا نسخة من البطانة زي البلوزة بالظبط. فاضل عندي حاجة واحدة بس، فاضل عندي الكم. هقص الكم عندي كده. الكم مش هنعمل له بطانة عشان مش محتاج طبعا، هو سواريه مش محتاج ده. هبتدي اخد، انا عندي الكم هنا عملته على 26 سنتي. هاخد المستطيل بتاعي على 26 سنتي كده. كده 26 سنتي. وهبتدي المعتاد بتاعنا بنعمل ايه؟ بناخد ال 26 سنتي كده هنا. طبعا انا لو انا عايزه اعمل كشكشه في الكم من فوق وده يحبذ يعني هيدي شكل ظريف، ممكن ازود 2 سنتي او 3 سنتي. بس هعمل ايه في الحاله دي؟ اهو انا هنا باخد ال 26 سنتي بعمل كده. يبقى الجزء ده هو عندي هو بتاع الكشكشه اللي انا هعملها. يبقى هبتدي اظبط الكم عندي من اول هنا كده كده. ادي 26 سنتي كده، نصها 13. هنا هطلع سنتي، هطلع سنتي، وهنا هنزل سنتي كده. تمام. وهنزل بيها، هنزل بيه كده. الكم عندي صك، هنزل بيه كده. ادي الكم بمنتهى البساطة كده. امسك ده بدبوس وابتدي افرغ ده. نعيد تاني مع بعض. الجزء ده احنا قلنا اللي هو الجزء ده اللي هو بتاع الكشكشه اللي انا عاملاها كده. وابتدي اخد دوران الكم عندي. ادي الكم اترسم عندي طلع. وادي عندي البلوزه. هنقعد على المكنه ونلم كل ده ونشوف هنعمل ايه. بمنتهى البساطه هنعمل بلوزه سواريه في منتهى الشياكه. يلا بينا على المكنه ونلم الحاجات دي. يلا بينا كده حبايبي. قعدنا على المكنه هنبتدي نجمع البلوزه بتاعتنا.
احنا عارفين ان احنا قاصين البطانة قد البلوزة بتاعتنا بالظبط. هشيل كل الدبابيس وابتدي اخد قطعة قطعة زي ما متعودين نعمل البطانات بتاعتنا كلها. هاخد الصدر والبطانة بتاعته وابتدي اظبط ده مع ده، وبعد كده هاخد الظهر القطعتين اللي هو الفردتين بتوع الظهر مع البطانة بتاعتهم، وابتدي بعد كده اعمل السوستة والبنس وكل الكلام ده. هنمشي خطوة خطوة مع بعض. اول حاجة هاخد البطانة كده، هركن الظهر وهاخد الصدر. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اخد كده الرقبة عندي، دوران الرقبة عندي، الحوض اللي عندي، هاخد وش على وش، بمعنى كده العدلة بتاعة البطانة، العدلة بتاعة البطانة من تحت، الوش بتاع القماش اللي بيلمع عليه من فوق، علشان لما يتخيط ويترد هيبقى العدلة هو البطانة بتاعة القماش اللي عندي. تمام. هبتدي اعمل كده وامسك بدبوس. الدبابيس هتساعدك في الخياطة، في نفس الوقت مفيش حاجة تجري من التانية عشان القماش ده كله خفيف ولكرة فممكن يسرح. تمام. هبتدي امسك البطانة الاولى كده، هرد ده. اي حاجة عندنا فيها دوران بنعمل ايه؟ بفتح الاجزاء دي كده عشان لما اجي ارد تبقى سهلة معايا كده اهو. هرد كده. هعمل ايه؟ انا هنا باجي عايزة سراجة هنا كده تمسك ده مع ده علشان البطانة ما تبانش، ولكن في طريقة تركاز صغننة كده. اعملي ايه؟ افردي القماش وهاتي خدي خياطة داخلية، خدي خياطة داخلية للجزء اللي هو متخيط ده في البطانة. هتبص تلاقيه لما تردي هيرد معاكي بمنتهى السهولة. هنعملها مع بعض اهو، طبعا بعد ما فتحنا عشان يرتاح معاكي في الخياطة اهو كده. بصي كده عملنا ايه اهو. الخياطة اللي خدناها وادي لما نرد اهو هتبص تلاقي ردت معاكي بمنتهى السهولة. تمام. مش محتاجة كمان ان انت تسرجيها، احنا بس الحكاية هنسرج سراجة طايرة كده علشان ده خفيف وممكن يجري معايا انا وبمسك في الكتف الخياطات او بمسك الباط او الكلام ده. نسرج دي بسرعة كده ونرجع لبعض. كده عملنا السراجة. انا عايزة امسك كل ده، القماش ده بيبرم كده، انت وشغالة تبص تلاقيه برم معاكي عشان هو خفيف. عايزة امسك، هاخد كل الدورانات بتاعت القماش، همسك الاتنين في بعض علشان لما اتعامل معاك قطعة واحدة. ندور كل الاجزاء بتاعت الصدر والظهر، ندورها على المكنة سراجة سريعة ونرجع لبعض بسرعة. كده حبايبي كل جزء من البلوزة عندي بقى ماسك اكمني بتعامل مع قطعة واحدة. ادي الناحيتين بتوع الظهر، دي الطريقة اللي احنا بنبطن بيها اي قماشة خفيفة، فبمسك الاتنين مع بعض واتعامل بيهم كأنهم قطعة واحدة. ادي الظهر وادي الامامي اللي هو الصدر عندي،
كل واحده منهم اكمني بتعامل مع قطعه واحده. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل البنس بتاعتي وابتدي اقفل البلوزه بمنتهى البساطه. بلوزه بسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه صعبه اهو كده. طبعا بشد عشان البنسه تبقى واخده الاتنين مع بعض اهو كده، وامسك بدبوس. لو انت خايفه انك تتلخبطي اعملي سراجه. دايما بنقول السراجه هتاخد وقت شويه بس هتديكي شغل مظبوط. تمام اهو كده. ادي البنسه الاولى، وهطلع هعمل البنسه الثانيه بنفس الطريقه كده. بمسك الاتنين مع بعض كده، وهنا بمسك الاتنين مع بعض. طريقه سهله اهو كده. كده انا مسكت الطبق اللي فوق واللي تحت. هرفع الدبوس الاولاني اللي في النص وهاخد الطبقتين مع بعض وامسكهم. تاني همسك الدبوس ارفع بيه فوق، يبقى انا رافعه القماش والبطانه الاتنين مع بعض، واحط الدبوس بتاعي هنا. ارفع فوق بالدبوس اهو كده وامسك كده. تبص من ورا اهو، هتبص تلاقي البنسه اتعملت معاكي بمنتهى البساطه. وابدا اخد البنسه بتاعتي اهو كده. عملنا البنستين بتوع الصدر كده، وبنفس الطريقه هنعمل بنستين الظهر، وبعد كده هقفل الظهر عندي. لو انت حابه تقفلي الاول وتظبطي بعد كده البنس هيبقى افضل طبعا، عشان خاطر الحكايه تبقى ظابطه معاكي اكتر. هنعمل كده، نحط الاتنين على بعض كده، وامسك بدبوس واقفل نص الظهر واسيب النص التاني عشان السوسته اهو كده. دي ميزه ان احنا مسكنا البطانه مع القماش، فبقت الحكايه سهله بالنسبه لك اهو. كده هبدأ أركب السوستة عندي. هغير الدواس بتاع المكنة واحط دواس السوستة ونرجع لبعض بسرعة. كده هنبدأ نركب السوستة بتاعتنا. حطينا الدواس بتاع السوستة. هبتدي طبعا احنا عارفين ان انا طالما عايزة السوستة تبقى كده هعمل ايه؟ بقلب السوستة وباخد الخياطة من الجنب كده، علشان لما تتثبت تترد تبقى معدولة كده اهو. هبتدي كده، هقفل السوستة وابتدي اجيب الجزء التاني من القماش واركب الناحية التانية كده، وابتدي اركب الناحية التانية. هعمل ايه؟ علشان مفيش ناحية تزيد عن ناحية، بعمل بنفس الجزء اللي انا تنيته كده، وباجي هنا على نفس المسافة. خلي بالنا من الحتة دي، نفس المسافة اللي انا واخداها هنا هي اللي واخداها هنا، دي قد دي، دي قد دي، وابتدي امسك بدبوس. طب ايه الهدف كده يا مدام وداد؟ عشان خاطر يبقى الاتنين قد بعض وما افكش مرة تاني. الخياطة لو انت هتفكي هتزهقي
مش هتكملي، اعملي سراجة واعملي بنس، اعملي دبسي بدبابيس، ولكن من فضلك حاولي بقدر الامكان ما تفكيش كتير عشان ما تزهقيش، ويبقى الحاجة اللي انت لسه هتحبيها او بتحبيها ما تتعبكيش وتبقى حاجة مملة. اهو كده هبتدي اهو. كده خلصنا السوستة بتاعتنا، نشوف عملنا ايه. ادي السوستة معمولة بطريقة جميلة جدا ومش واضحة، وكمان حاجة مميزة ونظيفة. اهم حاجة الفينش في الخياطة بتاعتك، ده حاجة مهمة جدا. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل البنس الخلفية، نفس اللي عملناه في البنس الامامية هنعمله في البنس الخلفية. همسك بدبوس كده كده، وهاجي عند بداية البنسة وهمسك بدبوس، وهاجي هنا عند نهاية البنسة وهمسك بدبوس. الحكاية سهلة، مفيهاش أي حاجة صعبة أهو. هعمل إيه؟ هقلب كده أهو، بداية البسة وآخرها ممسوكين عندك بالدبابيس أهو. همسك كده، هرفع الدبوس بتاعي، أنا ماسكة كده الطبقتين، أنا متأكدة ماسكة الطبقتين خلاص، وهبتدي أمسك ده من بره. هاجي هنا الدبوس ده برضو نفس الحكاية أهو، هرفع وهمسك من بره. ادي البنسة الأولى اتعملت، همسك البنسة التانية كده ادي الحكاية. ابتدي اخدهم على المكنة. كده خلصنا البنستين بتوع الظهر، ادي كده. هبتدي اجمع البلوزة بتاعتي بمنتهى البساطة، مفيش اي حاجة صعبة. احط الامامي والخلفي مع بعض كده، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اخد الكم، هبتدي اركب الكم على المفتوح. هنا هاخد زاوية اللي هي بتاعة الامامي، هاخد سنتي من الباط من قدام كده، والناحية التانية برضو وهبتدي اركب الكم على المفتوح. طيب اركب الكم على المفتوح ازاي؟ هنعمل كده كده، هخلي النص ده على خط الكتف، العلامة اللي انا عملتها النص على خط الكتف اهو. تمام. هاجي هنا بداية الكم عندي مع
النقطه بتاعت السماح اللي انا عاملاها، انا عامله زياده عندي 2 سنتي، انا مش هركب فيها الكم، دي سماح للبلوزه اللي فيما بعد لو انا احتجتها، عايزه اوسع، عايزه اي حاجه يبقى عندي زياده فيها اهو. هعمل كده وهبتدي اخد الكم اهو. الزيادة اللي عندي هنا هبتدي اعملها كشكشة كده قريبة من خياطة الكتف اهو. هاجي هنا الجزء التاني بتاع السماح، هاجي من بداية الكم عنده اهو كده، وهمسك ده بدبوس وابتدي اخيط عادي. هنا اهو الزيادة عندي هبتدي اجمعها هنا قدام فوق عشان تديني البف اللي انا عايزاه كده، وبعد كده الكم هيظبط معاكي تلقائي اهو. كم سهل جدا وبسيط اهو. ادي الكم وادي البف بتاعه. طب نعمل ايه؟ نعمل الكم التاني بنفس الطريقه، يلا بينا اهو. انا بركب الكم هنا على المفتوح كده، هجيب النص كده. هعمل ايه كمان؟ هبتدي احط الامامي على الخلفي وابتدي اقفل الكم عندي كده. لازم خياطة الباط مع بعض هنا كده، واقفل الجنبين مع بعض. البلوزة سهلة جدا وبسيطة، ما تخوفكيش ان فيها بطانات وما تخوفكيش اي حاجة. احنا عندنا بنتعامل مع البطانة في اول خطوات بس، بنمسكها مع القماش، بنخيطها مع القماش، سواء فستان سواء بلوزة اي حاجة اعملي ده هتلاقي الدنيا بقت سهلة خالص معاكي اهو. هاجي هنا اقفل كده. نيجي الناحية التانية بنفس الطريقة هنقفل كده كده. قفلنا الجنبين. ادي البلوزة بتاعتنا، ادي البلوزة بتاعتنا، بلوزة سوري منتهى الشياكة، بسيطة جدا وعملية. احنا عملناها بمنتهى البساطة. كم صك، كم صك، والبلوزة تدويرة حوض وبنس وبطانة عشان القماشة خفيفة. تمام كده. ادي البلوزة بتاعتنا اتعملت بمنتهى البساطة. اتمنى تكون الفكرة بسيطة وسهلة على حضرتك، ولو في اي سؤال ابعتي لي في كومنت وانا هرد عليكي فورا. طبعا انت عارفة ان انا بحب التفاعل بيننا يكون متواصل بيني وبينكم، واتمنى لايك وشير على الفيديو، ومن فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. شكرا لحضراتكم، نورتوني.